حيوانات يمكن أن تقتل الأسد. يمكن اعتبار الأسد ملك الغابة، لكن هذا لا يعني أن هذا المفترس لا يقهر. تلاحق الأسود فريسة صعبة للغاية تقاوم بكل قوتها الكبيرة ومكرها، في حين أن الأسود ليس لديها أي مفترسات طبيعية، فإن فرائسها ستبذل قصارى جهدها لقتل الأسد. الموائل الأفريقية التي تسميها هذه القطط الكبيرة موطنا قد ولدت مجموعة متنوعة من المخلوقات الخطرة، والعديد منهم على استعداد للقضاء على الأسود، سواء كان ذلك في الدفاع عن النفس أو كعمل من الفرص الإقليمية. فيما يلي حيوانات عرف أنها تقتل أسدا في الوضع الصحيح. مثل معظم الحيوانات المفترسة في القمة، تميل الأسود إلى اختيار الحيوانات المفترسة الأكثر مرضاً والأكثر ضعفاً لاستهدافها، وهو شكل من أشكال الانتقاء الطبيعي الذي يحافظ على استمرار الاتجاهات التطورية، ولكنه أسلوب منطقي عندما تأخذ في الاعتبار الوزن الهائل ومدى الوصول للزرافة. يزن متوسط وزن الزرافة الذكر بشكل مريح أكثر من 2000 رطل، ويصل ارتفاعها إلى 7 أقدام، قبل حساب رقابها التي يبلغ طولها 6 أقدام. هذا يتركهم شاهقين فوق أسد يبلغ طوله 450 رطلا و7 أقدام، في حين أن عجول الزرافة أهداف سهلة، فإن البالغين يعرضون مخاطرة تصل إلى مكافآتها، في حين أن جثة زرافة واحدة يمكن أن تغذي الكبرياء والزبالين الذين يحومون لبعض الوقت. يمكن للزرافة أن ترفس بقوة 2000 رطل لكل بوصة مربع، هذا يكفي لقطع رأس أسد يقترب أكثر من اللازم. من المعروف أن الأسود تتغذى بشكل انتقائي على وحيد القرن الأسود، وتلك الأكثر انتقائية هي بشكل عام الأسود التي تعيش أطول. بينما من المعروف أن الأسود تصطاد عجول وحيد القرن، فإن محاولات إنزال وحيد القرن كامل النمو نادرة حتى عندما يكون هنالك فخر كامل من الأسود في العمل، إلا أن وحيد القرن يحافظ على نفسه عموما ولا يميل إلى الهجوم إلا عندما يشعر أنه أو صغاره يتعرضون للتهديد. تشترك الضباع والأسود في الكثير، لكن عاداتهم وموائلهم المشتركة تجعلهم أعداء شرسين. تشتهر الضباع بأكل فرائسها على قيد الحياة لمنع قتلها من قبل الأسود أو غيرها من الحيوانات المفترسة الأكبر حجما، ومن المعروف أيضا أنها تبحث عن قتل الأسود. النزاعات الإقليمية والصراعات على الجثث شائعة، وغالبا ما ينحصر النصر في الأعداد الهائلة، ولكن في الحالات التي يفوق فيها عدد الضباع عدد الأسود 6-1، أو حيث يتخذ التهديد شكل لبؤات أصغر وذكور صغار، من المعروف أن الضباع تذهب للقتل بمخالبها الحادة وأسنانها التي تسحق العظام. يتطلب صيد الجاموس قدرا هائلا من العمل الجماعي والتنسيق جنبا إلى جنب مع القوة الهائلة والقدرة على التحمل. ترتبط فخر الأسود ارتباطا وثيقا وتتناغم مع كل فرد آخر من الكبرياء. كل فرد يعرف دوره ونقاط قوته وضعفه. المنظمة والعمل الجماعي وفهم أن كل أسد يحتاج إلى أداء دوره من أجل النجاح. الجاموس ليس أكبر فريسة، ومن المعروف أن الأسود تلاحقها، لكن هذا لا يجعلها أقل فتكا. تستغل الأسود القطعان الكبيرة التي تسافر فيها هذه الحيوانات وتضرب من الخلف لتجنب قرونها الحادة بوحشية. ستأخذ اللبؤات الجاموس على حين غارة أو تسقط الأضعف والأبطأ عندما يفر القطيع، لكن نفس تكتيكات القطيع يمكن أن تكون قاتلة للأسود أحيانا، فقد تهاجم الجواميس بقرونها الفتاكة تلك الأسود الشرسة وتذيقها مرارة الهزيمة.